المهرجان ده معمول علشانهم، ولو قلنا في ذات الظروف اللي احنا فيها مهرجان للطفل. الطفل بيشكل تلت عدد سكان المجتمع المصري، يعني هم هيبقوا شباب المستقبل، هم القادة اللي هيقودوا الوطن بالطريقة اللي احنا هنربيهم بيها. زي ما المفروض نهتم بتعليمهم وبصحتهم البدنية، لازم كمان نهتم بصحتهم النفسية والجانب الإبداعي وتنمية مهاراتهم الإبداعية ومواهبهم الفنية. ده جانب صحي نفسي، لأن التعبير عن الفن والموهبة الإبداعية للطفل هي اللي بتنمي روحه وشخصيته وعقله. دلوقتي الفن أسهل وسيلة للتأثير في الوجدان والتغيير في سلوك المجتمع والفرد. وفي الفترة المظلمة المرتبكة المشوشة اللي احنا بنعيشها دلوقتي، علينا ان احنا نسعى نفتح طاقات نور لأطفالنا عشان يعبروا بمنتهى الحرية عن الفترة اللي هم بيعيشوها، ويمكن في منهم مدرك للي بيجرى حواليه، وفي منهم بيخزن جواه اللي بيجرى حواليه ومش قادر يعبر عنه، فيعبر عنه من خلال مهاراته الإبداعية وأنواع الفنون المختلفة. أنا بعتبر مهرجان أجيال للإبداع لإبداع الطفل طاقة نور صغيرة لأطفالنا عشان يعبروا عن كل اللي بيدور جواهم وبيدور حواليهم، علشان يصنعوا لنا مستقبل مستنير، مستقبل حر. هيبقوا شباب المستقبل اللي هيقدروا يقفوا قصاد أي قوة ظلامية هتحاول تخرب هذا المجتمع. الطفل اللي النهارده بيسمع كلمة عيش، حرية، عدالة اجتماعية، في منهم اللي فاهم وفي منهم اللي مش فاهم، هيعبر برشته، بتمثيله على المسرح، بقطعة شعر، بندوة هيحضرها برأي عن إحساسه بالثورة دي. لكن في المستقبل القريب قوي هيبقى هو قائد هذه الثورة ضد كل القوى الظلامية اللي بتحاول ترجع المجتمع ده لورا. فأنا بقول لأطفالنا احنا بنهدلكوا المهرجان، بنهدلكوا كل أنشطته المختلفة، وبقول لهم كمان ان المبدعين اللي هنلاقيهم عندهم مواهب حقيقية في مختلف أشكال الفنون، ده وعد مني بالتعاون مع إدارة المهرجان ان احنا هنتبنى هذه المواهب لغاية ما نخلق جيل متواصل من الفنانين اللي هيقودوا الإبداع إن شاء الله في خلال السنين القادمة. وبشكركم وبعلن بداية فعاليات المهرجان.